بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سفر الخروج في سؤال سأله ربنا لفرعون اللي كان تعب الشعب قوي واتضرب ضربات كتيرة جدا، فربنا بعت له رسالة ويقول له إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ وفي نفس الوقت الرسالة دي ربنا وجهها مرة تانية لشعبه اليهود وقال لهم إلى متى تأبون أن تخضعوا لي؟ يعني اتقالت مرة للشعب واتقالت مرة لفرعون. الحقيقة ربنا بيوجه الرسالة دي لمين؟ بيوجه الرسالة دي لينا كلنا، وهقول 3 أنواع من الناس اللي ممكن ربنا يكون بيوجه لها الرسالة دي. أول مجموعة الناس المشغولة قوي اللي لا شايفة تدبيره ولا بتسمع كلامه ولا حتى حاطة في دماغها انها تروح له عشان تشوف هو عاوز ايه. يبعت لها افتقاد، يبعت لها رسائل، الكنيسة تبعت نشرة، الكنيسة تبعت نبذة، الكنيسة تبعت كارت في العيد تعيد بيه على الأسرة، وهو ولا هنا. ربنا ده مش في دماغه. ده ممكن واحد بيقول لي انا كل المنشورات اللي بتبعتها لي الكنيسة بقطعها وارميها في الزبالة على طول، يعني حتى ما فكرش انه يقراها. اهو ده واحد مشغول. واحد تاني مستهتر. يعني ايه واحد مستهتر؟ يسمع كده ويقول لك معاكوا حق، طب ناوي تعمل ايه؟ لا الحقيقة انا مش ناوي اعمل حاجة. واحد مستهتر زي بالظبط الام اللي بتنادي على ابنها وتقول له خلي بالك الامتحان مفاجئ وممكن يجي في اي وقت وانت اتصرف عليك كتير قوي يا ابني، من فضلك اهتم واعمل اللي عليك. لكن الولد ولا هو هنا، قاعد يتدلع على الموبايل وقاعد يتدلع على التابلت وفاكر ان يعني يقدر يعمل كل حاجة في اخر وقت. لكن بيفكرني بالارنب اللي سلحفة سبقته. النوع الثالث هو القلوبها قلوب قاسية، زي بالظبط ما اتقال على فرعون ان ربنا كشف لنا قساوة قلبه او قص قلبه. يعني ايه؟ يعني فرعون مش عاوز يسمع وصعب جدا وجبروته شديد قوي وكرامته عالية قوي. الناس اللي قلوبها قاسية دي يوم ما تقول له سامح اخوك او صالح اخوك يبص لربنا كده ويقول له لا. يقول له يا حبيبي انا اتصلبت علشانك، انا اتبهدلت واتف على وشي علشانك علشان اسامحك. ممكن تسامح اخوك، للأسف برضو لا يخضع. انا خايف يا رب في اوقات كتيرة قوي يكون صوتك ليا واضح ان انا اتضع واحب اخواتي واسامح واخدمهم، بس بسبب قساوة قلبي ما بسمعش ليك. سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا رب. صباح الخير.